السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اختفينا قد لنا أكثر من 5 أيام من اليوتيوب بسبب في حوادث أو قتلة حصلت في صنعاء، ولا لم نتكلم فيها، حتى لم نعلم حتى هذه الدقيقة ما هو الحقائق. المهم، سمعنا بالمقتل الشيخ صادق أبو شعر الذي تم قتله في دار السلام من مدير القسم شملان اسمها الفندم علاوي صالح الأمير. وجيني نشوف أحد الجناه يقولون هذه اللي يقول عليها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. نظر لما أثر من أحادث حول قضية الأخ صادق أبو شعر رحمه الله، أول أنه وأوضح بعض الحقائق التي جاهلتها الكثيرون القضية الأمنية بحث، لكن البعض حاولوا تشويه وتحويل إلى القضاء رأي عام. أولا، هذا أهم شيء، اقرأوا الورقة هذه كامل. إنه الموضوع ما فيه إنهم كانوا في آخر الليل وصل لهم بلاغ بسيارة مشبوهة، وصار الطقم لا عند الشيخ مشو لأنه هو شيخ، سألوا لا عنده، وهو أنه بيقول أحد الجناه أنه رمى على العسكري وأصاب في بطنه بطلقة، فعززوا بطقم ثاني وراحوا على ما هو يقولوا في أحد الجناه. أنا ما بنصبتكمش بس بيقول هذا أحد الجناه. ولكن أنا يكون سيد، يكون ضابط، يكون عسكري، يكون من كان، احنا بنتكلم بشكل عام، احنا نتكلم بشيء واقعي، يعني شيء واضح. إذا كان الفندم هذا قاتل والله قد تم تسليمه. المدير القسم الشيخ صادق أبو شعر هذا، وهذا الورقة الثانية انه تم القبض عليه وانه في الحبس، وانه الان عاد حول الى النيابة ولا المحكمة وياخذ مجراه. ولكن اللي انا استغرب، يعني انا استغرب من بعض الاعلاميين الذين هم من اصحاب والله ان استخفوا بكم العالم يا الاعلاميين، ان العالم يستخف فيكم العالم. يعني الموضوع خلاص، قتل يقتل، يكون من كان عسكري ضابط، ولكن لما يجي اعلامي يتمهزل او ينزل قدر شيخ مشايخ يا اخي مشايخ رجال ونعم في اصولهم، ولا تدينا عليهم اي كلمه، ونعم في اصل كل شيخ، ونعم في قبيلي ولا شيخ، ونعم في اصله. ولكن الاعلاميين حق اصحاب هؤلاء احنا بيسمونا اصحاب المرق، احنا يا اخي بيستهين باصحاب القبائل، اصحاب وقبائل ونعم عسره، والله يا قبائل عسره ما قلنا عليهم الا كل خير. ولكن بعض الاعلاميين انا استحقره لانه يستنقص بالشيخ حقه. والله لو تشوفوا بعض الاعلاميين انه بينقص قدر كل شيخ. يا اخي احنا يا مشايخ انتم ما وقفتوش، انتم يعني استحي على شرفك. شيخك هذا شيخك يمثلك ويمثلني، وإذا أنا من صنعاء يمثلني، واحنا لا نرضى بالفساد لو يكون ما كان. ولكن هذا الفندم المقتل الذي قتل الشيخ صادق الذي هو اسمه الفندم علاوي صالح الأمير، والله محبوس الآن ويتم تسليمه إلى المحكمة ويأخذ مجراه. الخطوة الثانية، احنا وانت ماشي، احنا ندري ايش الحقيقة، انا وانت ما نشتري بالحقيقة، بس احد الجناه بيقول انه كانوا في الشارع والشيخ صادق رمى عليهم، بس في الاخير في كاميرات في الشارع، في كاميرات موجود في كل مكان، وكل شيء عيبانه حقيقة. احنا لا نقوم معاه هذا ولا هذا، احنا نشوف رجل قتل خلاص ياخذ مجراه الفندم يكون من كان، ولا هو علي اي. ولكن اذا الشيخ كان الشيخ هذا يعني عصى الدولة او قاوم الدولة، فهو يعني اي كل شيء بايبان بالحقيقة. وصورة السيارة واضحة ان فيها اكثر من 50 طلقة، اكثر من 50 طلقة، يعني الصورة واضحة. يعني انا مستغرب، يعني انا بشوف السيارة داخل السيارة بالفيديو داخل السيارة ولا في حتى قطرة دم، قطرة دم مش موجود. يعني نديكم المحقق كونان، نديكم المحقق كونان ان شاء الله يطلع لكم ما هو الحقيقة. ونعم في القبائل العسرة اللي خيمت في السبعين بعد تم نقلها لدار السام، يعني ونعم في أصلكم، وإحنا مع كلمة الحق ولو يكون من كان.
والله نحن مع كلمة الحق. أهم شيء أبشركم، الشيخ الله يرحمه ويدخله فسح جناته، والفندم مدير القسم والطقم كامل وأفراد الطقم كامل محبوسين حتى ياخذوا بمجراءهم ويتحولوا للنيابة وللمحكمة. وإن شاء الله أي جديد أي حاجة بنبشركم، ولا احنا راضي بالفساد ولا احنا راضي بأي شيء. والله يعني ما نحكي، ما بدخل في الموضوع، لكن يعني عرفنا بالموضوع كامل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيقة، افعل لايك، افعل اشتراك لللايك، قاعد مطرق. يلا.